سلام اختي، عندك الحبوب في وجهك، واجي نعطيك واحد الروتين واعر غادي ديريه 2 مرات في الاسبوع، وغادي تفكريني ونساي شي حاجه سميتها الحبوب. انت اختي خدي واحد المعلقه الشوفان ومعلقه ديال الاتاي ومعلقه ديال الحليب، وضروري يكون عندك هذا المكون اللي هو زيت شجره الشاي. غديري 2 نقيطات، ياك هاد البوماده الصفراء بلاتي ماشي دابا. غادي اختي تخلطي هذاك المقشر وغتمشي تحطيه على وجهك، وغادي تبقاي تفركي وجهك مزيان وبشويه، اصلا هو راه رطب. البنات اللي فيها الحبوب ننصحكم بلا ما ديروا القهوه وبلا ما ديروا السنيده تفركوا بهم وجهكم، حيت هذاك الشيء هو ديجا هو كيزيد ياثر. سمعتي اختي؟ ديك السنيده والقهوه كاع ما كتصلح للبشره اللي فيها الحبوب. ديري اختي غير الشوفان بارك عليك، ولا فركي وجهك بالكوك. صافي البنات كتحكوا وجهكم مزيان مزيان. انا والله العظيم الا خليته 10 دقائق بقيت كنحك فيه ديك 10 دقائق مزيان، كتحسي بوجهك تنقى من الاعماق. والله العظيم انا ما غاديش نعاود نحلف لكم راه بصح، هذا اقسم بالله حيت واعر ولا هادي. ملي غتجربيها اختي غادي يبان لك الفرق. كتغسلي وجهك مزيان مزيان ونشفيها اختي بكلينكس ولا نشفيه بشي فوطه نقيه وتكون غير ديالك بوحدك. والفوطه اختي ديال وجهك مره مره بدليها 3 ايام في السيمانه بدليها، الله يجعل شي بركه، ولا يومين، حيت ديجا كيتجمعوا فيها الميكروبات والجراثيم. صافي حتى الوجه اللي كيكون فيه الحبوب البنات كيكون حساس. انتما دابا انا غسلت وجهي نوريكم غير واحد شويه من وجهي، شوفوا كيفاش خرج. والله العظيم الا تنقى مزيان غنوريكم النتيجه دابا قدام عينيكم. هانتوما البنات هذا غير المقشر، مازال خاصكم ديروا الماسك وغادي تشوفوا النتائج اللي كتعطي. اجيو دابا نخلطوا الماسك. عندي اختي فيه معلقه ديال النشا، معلقه تاع الحمص مطحون، ومعلقه تاع نيدو، وغتخلطيهم بواحد الصفار بيضه، وتزيدي شويه ديال الماء ورد. خلطي اختي كلشي وديريه على وجهك، خليه 15 دقيقه، وعاودي مني تبغي تحيديه برميه بحال كتبرمي ديري التبريمه، وغسلي وجهك. فاش تسالي اختي ديري ديك البوماده الصفر اللي وليتي قبيله ونعسي. الصباح اختي فاش تفيقي ديري اختي ليكرون قبل ما تخرجي وتهلاي في داك الوجه.